طب اخوات حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده اخواتي رجعت لكم بشرح جديد بنسخة جوجل كاميرا للأجهزة الضعيفة، الأجهزة اللي مش اشتغلت عندها نسخة جوجل كاميرا. إن شاء الله أنا جايب لك في فيديو النهارده نسختين. لو أنت الجهاز بتاعك ضعيف تمام هتحمل النسخة الضعيفة، هتلاقيني كاتب لك في الوصف ده لينك النسخة الضعيفة. ولو أنت جهازك يعني فوق الأندرويد 12 وكده حمل النسخة اللي أنا بشتغل بيها. طيب يعني لازم النسخة من دول رجالة يشتغلوا معاك تمام. أنا كده عملت اللي عليا عشان الناس اللي بتقول انا تليفوني مش بتشتغل عليه جوجل كاميرا وكده. انا جايب لك النهارده نسختين. لو انت نزلت النسخ القديمه اللي عنده ما اشتغلتش عندك نزل النسخه الاجهزه الضعيفه. وطبعا في فيديو النهارده برضو هعلمك ازاي تضيف الملف بتاع فلتر الايفون لجوجل كاميرا اللي هو بيطلع لك تصوير زي كاميرا الايفون تمام يا رجاله. يعني بنسبه 70% بيكون زي كاميرا الايفون من غير انت ما تضيف فلتر وكده، لا انت بتصور الصوره على طول اكنها بايفون تمام يا رجاله. تمام. طبعا كل اللي انا عايزه منك ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. زي ما انت شايف كده انا غيرت اللوجو بتاع القناه والبانر بتاع القناه اللي انا بدات اطور من القناه، فمساعده منك ان انت تعمل لايك وتاخد الفيديو ده تشيره بس كده مش اكتر. والشرح بسيط جدا، هنتابع الشرح مع بعض. كل اللي علينا كده رجاله زي ما انتم شايفين دول النسختين اللي انت تلاقيهم في الوصف تمام يا رجاله. قدر بقى ان انا رافع لك النسخ ده على ميديا فاير وكده وخسران نت وكده، فاعمل لايك للفيديو. طبعا اول نسخه ده رجاله النسخه بتاعت جهازي اوبو رينو 5 تمام. انا بثبتها وبتشتغل عندي تمام. اعلمك دلوقتي ازاي تستخدمها وازاي تضيف الملف للنسخه دي عشان تطلع لك تصوير زي الايفون. وطبعا رجاله النسخه التانية دي للاجهزه الضعيفه. لو انت النسخه الاولى دي ما اشتغلتش عندك حمل النسخه التانية. بس للاسف النسخه التانية انا مش لاقي لها حل اللي انا اضيف لها الملف عشان تطلع لك تصوير زي الايفون. فلو اشتغلت عندك النسخه التانية انت قول لي في تعليق. المهم يا رجاله احنا كده ثبتنا النسخه بتاعتنا عادي. ان شاء الله النسخه دي بتاعتي برضو هتشتغل عند ناس كتير، اغلبيه التليفونات بتكون اوبو وريلمي وكده. طيب زي ما انتم شايفين النسخه اتثبتت معايا. ركز انا اعمل ايه يا صاحبي. كل اللي علينا نضغط على الكاميرا هتديها السماح زي ما انت شايف اهوت. كل حاجه معانا بالظبط زي ما انتم شايفين فتح لي الكاميرا عادي جدا. طيب طبعا انتوا كلكم بقى عارفين المميزات بتاعت جوجل كاميرا وكده. لو جينا هنا يا رجاله زي ما انت شايف هنا، لو انت عايز تفعل الفلاش ايقاف والكلام ده كله، انا هضيف لك ملف اعدادات هيظبط لك الاعدادات دي كلها عشان يطلع لك تصوير زي الايفون. طب اضيفه ازاي؟ كل اللي عليك يا صاحبي هتضغط على السهم ده كده اهو، وبعدين هتضغط على علامه الاعدادات. طبعا احنا كده هنظهر الاول ملف جوجل كاميرا لان في ناس بتدخل على الملفات عندها مش بتلاقي الملف بتاع جوجل كاميرا. ازاي نظهره؟ هتنزل تحت كده يا صاحبي، هتيجي على كلمه معلومات تمام، او هنيجي تحت كلمه معلومات كلمه كونفنج اهيت، وبعدين هتضغط على كلمه حفظ زي ما انت شايف. هتكتب هنا اي اسم يا رجاله اهو، تضغط على كلمه سيف. كده انت عملت ملف في الملفات بتاعه الموبايل بتاعك عشان لو احنا نضيفه فيه الكونفنج وكده او الملف بتاعنا. طيب هنضيفه ازاي؟ كل اللي علينا هنخرج. طبعا لينك الملف ده هكون انا سايبه لك في الوصف برابط مباشر. طبعا يا صاحبي كل اللي علينا ندخل على مدير الملفات كده. طبعا انت هتحمل الملف من الوصف عشان تلاقيه عندك في التحميلات في الداونلود. بعد ما تحمله هتدخل على ملف كاميرا ايفون 14 هتلاقي الملف ده معاك. كل اللي عليك هتضغط عليه ضغطه مطوله بالشكل ده كده وتضغط على كلمه نسخ تمام يا رجاله. كل اللي عليك بقى تخرج زي ما انتم شايفين اهو. لاحظ معايا انا هضيف الملف ده فين عشان انت لو ضفت غلط الكاميرا مش هتشتغل معاك. كل اللي عليك هتيجي على التخزين الرئيسي، وبعدين هتنزل تحت كده زي ما انتم شايفين ملف جوجل كاميرا ظهر معايا اللي هو اوله حرف جي سي اي ام اهو يا رجاله اللي انا معلم لك عليه. تدخل عليه كده جوه رجاله تمام، وبعدين هتضغط على كلمه لصق. انت كده ضفت الملف للكاميرا. طيب ازاي اشغله بقى عشان يعمل لي الاعدادات؟ ركز معايا. نخرج اهوت تمام يا رجاله. كل اللي علينا بقى ندخل للكاميرا بتاعتنا عادي جدا اهو. طبعا ده بيظبط لك الاعدادات كلها، مش مستاهل بقى اللي انا اشرح لك الاعدادات وكده. هتضغط في المكان اللي انا معلم لك عليه ده صاحبي اللي هو ما بين الكاميرا ومعرض الصور، هتضغط عليه ضغطتين. اول ما تضغط عليه ضغطتين هتلاقيه جايب لك الشكل ده كده. تضغط على السهم ده وبعدين هتختار الكاميرا. ركز معايا. وبعدين هتضغط على كلمه ريستور وتبدا تصور بقى صاحبي. هتطلع جوده بالموبايل بتاعك لو انت عملت اللي انا قلت عليه جوده جمدان. طب تعالوا نجرب كده صوره. زي ما انت شايف هو كده بيصور الصوره، حتى لو تلاحظ هتلاقيه بيعمل لك معالجه للصوره. المهم يا رجاله يعني كده بص وقف معايا كل حاجه وبيعمل معالجه. تدخل على الصوره بعد ما تخلص اهو كده عمل معالجه للصوره زي ما انت شايف، يعني شبه الكاميرا الايفون. وكمان لو تتصور في الشمس يا رجاله يعني هتلاقيها جامده جدا. وان شاء الله هيبقى في ملفات كتير بتنزل لجوجل كاميرا. فعايزك تشترك في القناه وتفعل الجرس تعمله الكل عشان كل ما انزل فلتر جديد لجوجل كاميرا يوصل لك اشعار. تمام يا رجاله، يا رب تكون بقى استفدتوا في شرح النهارده. وسلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.